بقالي فتره بحاول اقلل زيت في الاكل بتاعي، فبقيت بدور على اي حاجه صحيه وطعمها حلو عشان مش عايزه احرم نفسي الصراحه. واي حد اقعد معاه يقول لي ما تجيبي لك اير فراير يا ولاء، شوفي لك اير فراير كويس. فبدات ادور على اير فراير تكون عمليه وسعرها حلو وبراند ثقه، لحد ما لقيت رافال، براند مصري محترم جدا. قلت اعمل تجربه عملي ونعمل البانيه سوا واقول لكم على رايي بصراحه. استنوا قبل ما نعمل فيها اي حاجه هقول لكم انا ليه اخترتها هي بالذات. اول حاجه حجمها كبير 7.5 لتر، تشيل اكل العيله كامله زي ما انتم شايفين كده. وفيها 12 برنامج للفراخ والرز والسمك والبطاطس، وفيها بقى برنامج تجفيف اعشاب كمان، وفيها برنامج بيفك الاكل المجمد، يعني تقدري تستغني عن الميكروويف تماما. وفيها تايمر بيفصل لوحده علشان الاكل ما يتحرقش، ومعاها حاجات كتير بتسهل عليك الطبخ والتنظيف. ورق زبده وكب كيك عشان ما تتوسخش منك بسهوله، وسفنجه عشان ما تتجرحش منك وانت بتغسليها. اما بقى علشان الاكل نفسه يطلع حلو وصحي فحطلك معاها بخاخ زيت عشان تبخي منها بخه صغيره. كمان بيجيبولك معاها في البوكس بتاعها كتاب وصفات تاخدي منه افكار. طبعا في شويه حاجات سالت عليها قبل ما اشتري، طلعت قطع غيارها متوفره وخدمه ما بعد البيع ممتازه حسب تجارب الناس اللي انا سالتهم، ومعاها ضمان 3 سنين، واول سنه لو حصل فيها حاجه لا قدر الله بتتبدل فورا. فبصوا بقى عشان ما نقعدش نكتر في الكلام، يلا بينا نجرب البانيه. فلو بتفكروا تشتروا اير فراير لازم تكونوا رافال عمليه وسعرها مناسب. هسيب لكم التفاصيل تحت، جربوها وقولوا لي.